كده، نختاره كده، مش نعلق على البيوت بتاعتنا اخترناك يا رسول الله واحنا اصلا ممكن البيت ما فيش حد بيصلي فيه. يا نداء يا جماعه، نداء لكل العقول بتاعت الامه، صحفيين، السياسيين، اصحاب المراكز والاموال، اصحاب الاعلام والكتاب والمفكرين والشعراء، لكل الناس اللي ربنا اداها مواهب، لكل الناس اللي قرأت كتب ديستوفسكي وجيمس جينز وديكارت وجان جاك روسو وما قرأتش البخاري ومسلم ولا تعرف حاجه عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نداء ليهم، مش عايزين الأمة تتسمم أكتر من كده. معين محمد بن عبد الله أهو، هنوصل لربنا من خلال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا لا يا جماعة؟ هنقدر نوصل لله سبحانه وتعالى من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا يا اخواني؟ لماذا محمد؟ ليه هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ليه هو اللي الغرب بيكرهه كده واللي الغرب مرعوب منه الرعب ده كله؟ احد الغرب بيقول اخشى ما اخشاه ان يظهر في الامه محمد جديد. يعني اكتر حاجه رعباهم ان محمد مره تانية يطلع عليه الصلاه والسلام، ان يطلع اتباع. ليه عرفتوا ليه مرعوبين منه؟ لان دايما الاهل النجاسه بيترعبوا من الاطهار، لان هو اللي فضح باطلهم، هو اللي فضح الزور بتاعهم، يريدون ليطفئوا نور الله. عرفتوا ليه بيكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احد الناس بيقولوا من المرعب، الغرب من المرعب انه لا يوجد مدينه على وجه الارض الا وفيها اتباع لمحمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. دين ما فيش حواجز بتقف قدامه، دين ما فيش حاجه بتقف قدامه. هنختار رسول الله ولا لا يا امه محمد؟ هنختار محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام ولا لا يا امه محمد؟ هنختاره ولا لا؟ ده انت لما بتقرا عن سيره بطل من الابطال بتتحمس وبتسخن، امال لما تقرا سيره النبي عليه الصلاه والسلام هيحصل لك ايه يا جماعه؟ ده لو مغني عمل اغنيه جميله ولا حاجه في نظر اهل الدنيا بيقعدوا قد ايه يتكلموا عنه. امال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانجازات اللي عملها في حياته نقعد قد ايه نتكلم عن رسول الله اللي ربنا سبحانه وتعالى انقذنا به جميعا من النار. عوده الروح هو ده شعار السلسله، ان الروح ترجع تاني للامه، ان الروح ترجع تاني يا جماعه. الروح اللي كانت ماليه حياه الامه ايام ما كان فيها النبي عليه الصلاه والسلام. تخيلوا سيدنا خباب، كل اللي احتك بالنبي الروح دي كانت فيه، كل اللي اتصل برسول الله الروح دي كانت فيه. سيدنا خباب رضي الله عنه كانت ام انمار تسخن السيف تكوي بيه يقع مغشيه عليه من العذاب، يخرج يطلع على بيت سعيد بن زيد وفاطمه بنت الخطاب يعلمهم دين. ايه الروح دي؟ ايه الروح المعنويه دي؟ خالد بن الوليد اللي كان بيجري وسط النساء في اول معركه احد لما المشركين اتهزموا، هو نفسه اللي وقف يوم مؤتة ماسك 9 سيوف اتكسروا في ايده، هو واقف زي الاسد زي الجبل. جاب الروح دي منين؟ ده ما كانش خالد، ده ديت الروح اللي جت عنده لما احتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. المجتمع الاسلامي دخل في 9 سنين 130 حرب، 30 غزوه و100 سريه. مين اللي يصبر على المجهود ده؟ ايه الروح الرهيبه دي؟ كان في معنى، كانت الامه لها رساله، كان في قضيه الامه كلها عايشه عشانها. لماذا محمد؟ ليه هو اللي ربنا اختاره عليه الصلاه والسلام؟ لما المشركين قالوا لماذا؟ ليه هو ده الفقير اليتيم ده عليه الصلاه والسلام؟ ربنا نزل الله اعلم حيث يجعل رسالته. لو كان ربنا، لو كان كسرى او قيصر او حد تاني اللي قام بالمهمه دي كان عبد ربنا زي محمد، كان جاهد في ذات الله زي محمد، كان ضحى لنصرة الدين زي محمد عليه الصلاة والسلام. أحب حبيب إلى الله وأقرب واحد إلى الله عليه الصلاة والسلام. لماذا محمد؟ ليه يا جماعة؟ ليه محمد؟ عشان عودة الروح، عشان الروح ترجع تاني للأمة. درار بن الأزور في غزوة اليمامة لما اتقطع رجليه الاتنين وفضل يزحف ويقاتل بإيديه وهو بيزحف لغاية ما مات تحت وطأة الخيول. جاب الروح دي منين؟ جاب القوة دي منين؟ جاب العزيمة دي منين؟ لأنه شاف النبي بيضحى بحياته عشان الدين. منين؟ عباد بن بشر لما اترمى بسهم وهو بيقوم الليل شاله وكمل قيام ليل. لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام وهما بيحاولوا يقتلوه في صحن الكعبة ومع ذلك بيقوم ويكمل عليه الصلاة والسلام صلاته وما يلتفتش ليهم. منين يا جماعة؟ الصحابة في غزوة ذات الرقاع جابوا القوة ان جلد رجلهم يتقطع ويلفوا رجلهم بالرقاع لما شافوا رجلين النبي وهو راجع من الطائف متقطعة من كتر ما اترمى بالحجارة عليه الصلاة والسلام.
روح النبي كانت ماليه الامه عليه الصلاه والسلام، وهو عنده 62 سنه. 62 سنه يخرج في غزوه تبوك 1500 كيلومتر في عز الصحراء القاتله. ايه الروح دي؟ ايه القوه الروحيه اللي كانت عنده دي؟ عشان كده لماذا محمد ليه سلسله السيره؟ عشان يا جماعه عشان نرجع تاني بقى، عشان الروح ترجع تاني للامه، عشان الهدايه ترجع تاني للامه. ليه بنكلم الشباب عن رسول الله؟ ليه بننادي الشباب بسلسله السيره دي؟ السنه اللي فاتت يا شباب كانت السلسله بتاعتنا على فين يا شباب؟ السلسله بتاعت السنه دي على مين يا شباب؟ على مين؟ رايحين ورا مين؟ رايحين على مين؟ مين قدوتكم؟ الشباب لما حصل عندهم فراغ بقى ده معلق صورة جفارة على عربيته، وده معلق صورة بوزة على عربيته، وده حلق حلقة مايكل دوجلاس، وده مظبط الدش بتاعه على الهوت بيرد، وده الشباب خلاص بقى في فراغ. انما النبي عليه الصلاة والسلام لو رجع كقدوة تاني يا جماعة، السيرة ما هي الا سيرة مجموعة من الشباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم قادهم فتحوا العالم. مين اللي وقفوا في وش الكفار في بدر غير الشباب؟ مين اللي دمهم سال في احد غير الشباب؟ مين اللي كانوا ورا النبي في تبوك غير الشباب؟ رضي الله عن الصحابه اجمعين. سلسله السيره سلسله انقاذ للامه، سلسله عشان شمس محمد تشرق من جديد على قلوبنا. شمس النبي عمرها ما غابت ابدا، ولكن قلوبنا هي اللي بدات تتعمى يا جماعه، عشان شمس محمد تشرق من جديد على قلوبنا عليه الصلاه والسلام. لما الرسول قال لو كان عيسى ابن مريم حيا لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه الا ان يتبعني. يعني ايه؟ يعني كأن نجم الشمس منوره في السماء، طلع نجم كبير طفى نور كل الانوار اللي حواليه. سيدنا محمد شمس في حياتنا. احد الصحابه بيسالوه عن وصف النبي، قال لهم كان اذا اقبل كأن الشمس قد اشرقت. ربنا وصفه بالشمس سبحانه وتعالى، وسراجا منيرا. كان شمس في حياتنا، وعايزين الشمس دي تيجي تاني في حياتنا يا جماعه. عايزين الشمس دي ترجع تاني في حياتنا، ربنا يحيي بيها حياتنا مره تانيه. ليه؟ هو اللي الكون كله بيصلي عليه، والكون كله بيحبه، والكون كله بيصلي عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين. لانه اكتر واحد قهر ابليس باذن الله، اكتر واحد المعصيه اتقهرت على وجه الارض بسببه عليه الصلاه والسلام. ليه هو الاول على البشريه في الجنه؟ ليه هو اكتر واحد وصل لربنا عليه الصلاه والسلام؟ الناس بتحب دايما لو انت عندك الاول على الدفعه ما تحبش تعرف هو بيذاكر ازاي وحياته شكلها ايه. النبي هو الاول على البشريه في حب الله، الاول على البشريه في نصر الدين الله، الاول على البشريه في جنه الله. سيدنا محمد هو الاول على البشريه كلها يا جماعه عليه الصلاه والسلام. لماذا السيرة؟ ليه بنتكلم عن السيرة دلوقتي؟ السيرة والقرآن عاملين زي شريطين قطر، مش هينفع نمشي غير عليهم مع بعض. القرآن قال الله، السيرة فعل رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام ما فسرش القرآن، لا فسره، بس فسره تفسير عملي. السيرة هي التفسير العملي للقرآن. يعني اللي احنا بنعمله ده دروس تفسير، هنفسر كلام ربنا بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش موقف في السيرة القرآن ما خلدوش، مفيش غزوة في السيرة القرآن ما خلدهاش. ليه؟ عشان ما فيش موقف في السيرة الأمة مش محتاجاه. أخطر احتياج في علاقتها بالله سبحانه وتعالى. السيرة بتعلمك ازاي في 23 سنة تبني دولة، ازاي في 23 سنة نقضي على اليهود، ازاي في 23 سنة نقضي على أعداء الدين. السيرة طوق نجاة للأمة كلها. اطواق النجاة للغرب بيمدوها لنا كلها مزيفة، كلها صناعية مزيفة. طوق النجاة اللي ربنا بعته لنا من 1400 سنة وأنقذ الأمة بيه، هو ده اللي ربنا ينقذ الأمة بيه مرة تانية. ليه؟ لما درست وقرأت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت ان اكبر خسارة في حياة الانسان انه يخرج من الدنيا وهو ما تضلعش من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، واكبر مكسب في حياة الانسان انه يدرس سيرة الرسول وانه يتصل برسول الله. يا جماعة بيت النبي عليه الصلاة والسلام خرج منه، بيت النبي شوفوا اثر الرسول على بيته، ده غير اثره على صحابته، اثره على بيته. خرج من بيت النبي عليه الصلاة والسلام 2 سيدة شباب اهل الجنة